بابي اهو. بابي مش يا انت قلبي بابا، مش انت موافق ان انا اعمل تيك توك يا بابي؟ بقلبي يا ابن قلبي، قلبي اعملي اللي انت عايزاه يا قلبي، بس اوعي تقلقي كله. ازيكم يا حبايب قلبي، وحشتونا جدا 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 والله بجد. شكرا لكل واحد اشترك معانا اذا كان على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك. شكرا جدا، شكرا يا احلى اسره في الدنيا. انا فرحان بيكم جدا، وفرحان حتى لو واحد بس اللي اشترك، فده هتبقى عندي بالدنيا كلها ان احنا بنبني فريق او بنبني حاجه لقدام. بصوا يا جماعه، الموضوع كله مش نقد والله، قد ما هو بناء بقدر الامكان على قد تفكيري انا. بلاش بتفكير الناس اللي بتحاول تطلع الموضوع غلط. بصوا يا جماعه، الموضوع كله ان احنا بنظهر الفيديوهات ديت مدفونه او بتظهر لنا بشكل رهيب جدا. واكتر حد بيمسك الابلكيشن ده او الفيديوهات ديت، او اكتر حد بيتعرض انه يشوف الحاجات ديت، هو ابني وابنك وابن اختك وابن اي حد وابن اخوك وابن اي حد معرض ان هو يخش جوه دماغه الافكار اللي هي بتعملها او اللي بيبينها لنا شويه الناس دي. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وتفعل زر الجرس لو انت على الفيسبوك، هتعمل لنا متابعه وتشير الفيديو عشان يشوفوا اكتر عدد ممكن. ولو انت على التيك توك ومن انصار الناس ديت فهتزعل مني وتشتمني، فانا بقول لك من دلوقتي الله يسامحك. اما لو انت مش عاجبك الوضع، فاكيد اكيد اكيد هتبدا تفوق وتخلي بالك ان اطفالك او اي حد ماسك التليفون عندك يفوق ويخلي باله ان هم تنبههم، يعني ان هم ما يعملوش الحاجات دي او ما يتفرجوش على الحاجات دي او يحاولوا يقلبوا الحاجات دي، ما يعملوهمش شهره اكتر من كده. يلا بينا. دي جي فلسطيني ريمكس. العب والشيطان. الشيطان بيقول العب. المشاكل مش هتخلص غير بشوف. يا ابن اللعيبه، عملتها ازاي دي؟ يعني لو عملت كده اغير البطاقه ولا اغير لون، ولا لو عملت كده بقرع ولا ايه؟ يا ابن الايه، يا ابن الايه، عبيط يا ابني، عبيط بجد. ايوه انا عارف ان انت بتحاول تعمل زي الناس اللي بيعملوا فيديوهات ديت، يعملوا كده يلبسوا بتاع. بس انا معاك، بس ما تعملش حاجه عبيطه. يعني لو انت ولا انت قاصد تضحكنا تموتنا من الضحك، قول. ما تعملش بقى الفيديوهات دي تاني. حاول تعمل حاجه بسيطه، يعني اطلع اكل البط، اطلع زغط الكتاكيت، اطلع بيض الفرخه وخليها بيض، اعمل اي حاجه. المهم ما تعملش الفيديوهات دي تاني عشان وحشه. ماشي؟ اتفقنا؟ يلا يا بابا، وانت ذاكر. طب اعمل ايه؟ ما انا ست جميله ودي كاريزما. ست ايه؟ بص، هتقولي اي كلمه فيها سين وت هولع فيكي. ست جميله ازاي؟ ست جميله. بعدين انت راسم حواجبك ليه بقلم احمر بتاع اطفال؟ ليه؟ ست جميله ازاي؟ وكاريزما ايه؟ كاريزما ايه اذا كنت انا هرجع وانا بتفرج على الفيديو؟ يا جماعه مش عايزين والنبي بلاش تدخلونا سكه التنمر، بلاش. انا بحاول بقدر الامكان الم لساني، فممكن يعني ايه، فبلاش. نكمل كده، يمكن الحته اللي جايه احسن. انا بدخل اي مكان بقلبه، ده بفضل الله. ما انت لازم تقلبيه. ما هو انت لازم تقلبيه. ما هو انت لو قلعتي الشراب اللي على وشك ده هيطلع ريحه، هتتقلب عادي، يبقى بطنها هتتقلب. لو شفنا وش امك دوت اكيد بطنها هحس ان انا عايز ارجع كده على طول. لو قلعت شراب رجلك اكيد هو شبه وشك، فاكيد برضه هيرجع. في اي مكان هتخشيها هتتقلب. طبيعي. وبعدين لو بصينا لها من الجانب الايجابي، في اي مكان هتخشيها هتتقلب، لان طبيعي جدا لو دخل جن اي مكان هيقلب امك. بس انا محدش بيفتح بقه، واللي هيفتح بقه من على الكرسي وهزقه. انا ضربت له بقه 2 بق. اهو مش هفتح بقه عشان من على الكرسي هتزقه، فانا مش عايز اتزقه من على الكرسيوكو. بس اهم حاجه والنبي، هو بقه اللي انت ضاربه ده هل بيتباع في الصيدليات؟ يعني ممكن اروح اقول للصيدلي مثلا ان انا بتعامل معاه، لو سمحت 2 بقه من عندك عشان النجم بياخده واي حد بيجي قدامه بيزقه من على الكرسيوكو، ولا المفروض اعمل ايه؟ قول لي. ولا بيجي من المصحه؟ قول لي. ولا بيجي من المستشفى؟ بقه ده يعني ايه؟ طب هو ده ولا برشام؟ اقول لي بقه ده ايه؟ وتربل 2 مللي. وتربل 2 مللي كمان يا ابن الايه. ده جدول، ده جدول صح؟ يعني لما اجي اروح الصيدليه لازم يكون الدكتور ختم لي على البتاع كده بقه 2 بقه وتربل 2 مللي، صح؟ قول لي والنبي، عشان ما حدش يضحك عليا، لا يكون دي لغه نزلت جديده او انواع دواء نزل جديد واحنا ما نعرفوش. ما يقدركش اخوك يضحك عليه. كابتن مالك انت نايم كده ليه؟ هو انتوا يا بنت الايه، شفت لسه اديك ما اتشهرتش اهو، انا فاكرك. لو انتوا اتفرجتوا معانا على الحلقات اللي فاتت هتعرفوا مين ده ومين دي. في فيديو كنت عامله من فتره كده كان بيتكلم عن الاثنين دول في اول فيديو خالص، فكانت هي غنيه وهو فقير برضه. هو قال لها ايه بقى؟ واللي زينا في البلد دي لو خدوا فرصتهم، اللي زي حضرتك هيتمنوا يتصوروا معاه. قال لها اللي زي لو خد الفرصه اللي زيك هيتمنوا يتصوروا معاه، او لغايه دلوقتي ما خدش الفرصه ونايم على البلاط وهي اللي جات له. اتفرج بقى يعمل ايه. كابتن مالك انت نايم كده ليه؟ شكلك جعان. استنى اروح اجيب لك اكل. يا بنتي سيبيه، بس سيبيه يقول دوره. وانت دورك كتير يعني. قومي يا ابني، مالك في ايه؟ ايه ده شكلك جعان؟ ايوه عرفت منين جعان؟ ما ممكن يكون سعان، ما ممكن يكون يا عيني عايز ينام. يعني شوف الراجل بيبص لها ازاي. ليه شكلك جعان؟ ما ممكن يكون بجد عايز يخش الحمام، ممكن يكون محصور وكان لسه هيعمل حمام دلوقتي ودخلت قطعتيها. منك لله يا شيخه. خد كيك. خد مولتو، خد يا ابن الجزمه في وشك. خد اسكت يا فقير، يا فقير كل وانت ساكت. كل اديني الحسنه وانت وساكت زي كلب ما تنطقش. بص اديني الحسنه، انا اديتك دلوقتي بقى اديني. يلا بسرعه، يلا عشان مستعجل يا فقير. خد مصاصه في وشك. ليه كده؟ هات افكار جديده بقى عشان احنا خلاص كده فاضيين بجد. لا انا مش محتاج حاجه خالص. امال انت محتاج ايه؟ عاجبك كده؟ او قال لك مش محتاج حاجه اصلا خالص؟ عاجبك؟ اديكي سددي نفسه. اما نشوف بقى الباشا محتاج ايه.
عشان احنا اصلا ما بنخلصش من طلباته. بص في الاخر مش هنتصور معاه اصلا. انا مش عارف هيشيلنا. خش يا عم شوف محتاج ايه. محتاج سرير في مصحة نفس عشان بموت. منك لله يا شيخ، منك لله. اهو شفتي بسبب اللي انت بتعمليه بينه في الفيديوهات كلها اللي انت بتصوريه معاه، الواد بقى محتاج سرير في مستشفى. كل امنيات حياته سرير في مستشفى في مصحه عشان بيموت. الواد اتشل منك زي ما احنا اتشلينا. منك لله يا شيخ. اقول عليك اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ وتقولي دكتور يجي واحكي له عالضغوط، عالفاضي عمري بيجري مني عادي يفوت. انا حاسس اني اموت فحضروا التابوت. الله. لا مش معنى ان طلبنا منك تقول اللي عندك ونفسك في ايه ان انت هتقرف امنا بقى هتقولي سرير هتقولي دكتور لا يا حبيبي. احنا عندنا اي حد بيعيا بنرميه من الفقراء اللي زيك بنرميه على باب مستشفى كده اهو. لا هتطلب بقى دكتور كمان؟ لا ده انت تحمد ربنا قوي قوي لو نزلوا لك مثلا بتاع اللي بتنقط دي اسمها ايه؟ المحاليل دي تبص ايدك وش وضهر وتصلي ركعتين. لكن تطلب بقى دكتور وسرير وفي مصحه نفسيه ويقعد بقى تشكيل وهمك لا يا حبيبي مش فاضيين لك. احنا مش فاضيين لك طالما ما عرفتش توصل وخدت فرصتك ونجحت. ما تتكلمش تاني بقى. تعمل ايه؟ لو دخلنا عليك البيت وكسرناه هتعمل ايه يا معلم؟ هعمل كده. مشوا ولا لسه؟ مشوا؟ طب الحمد لله. لو جيهم تاني والنبي مش هيجوا؟ طب الحمد لله. كسروا حاجه هنا في البيت؟ لا ما كسروش. مش هنعمل حاجه، اكيد مش هعمل حاجه. هعمل ايه معاكم؟ انت مش شايف نفسك انت وهم؟ انتوا يا ابني بتقزقزوا صالات حديد. لا مش هنعمل حاجه. الحمد لله. الحمد لله انا لسه عايش. ندى امال بابي فين يا ندى؟ بابي اهو. بابي مش يا انت قلب بابا. مش انت موافق ان انا اعمل تيك توك يا بابي؟ بقلبي يا ابن قلبي اعملي اللي انت عايزاه يا قلبي بس اوعي تقلقي كله. اوعي تقلقي ايه؟ هو ده حقيقي؟ طب ليه يا حاج؟ ليه؟ احنا عملنا لك حاجه؟ يعني احنا ضايقناك في حاجه؟ يعني معلش يعني اللي جنبها يتفرج بعد ما هي تقلع كلوت واحنا لا ليه؟ ما تسيبها تقلع كلوت يا عم الحاج. هو كلوت عيب؟ مش عيب؟ عادي يعني. طب ايه يعني انت بليه وقرنين عادي سيبنا بقى احنا كمان نتمتع يابا احنا تعبانين. احنا بنقعد طول الفيديو نتفرج على فيديوهات غريبه عشان نلاقي حاجه تبسطنا. ليه جاي تقتل فرحتنا؟ ليه جاي تقتل الفرحه اللي جوانا هنا؟ ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ سيبنا نفرح يا عم الحاج. سيبنا يا اخي دي ضغوط الحياه صعبه. سيبنا. ما تسمعش كلام بابا يا بت. لا كلوت لا اي حاجه عايزاها انت حره. بص ده الاكونت بتاعك لا انطلقي فيه يعني لا مرات اقعدي اسبحي فيه كده واحنا هنتفرج مالكيش دعوه. هنعمل لك مشاهدات رايقه. يلا يا بت يلا استهدي بالله وامي لا استهدي بالله. ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب وتفعل زر الجرس. لو انت على الفيسبوك هتعمل لنا متابعه وتشير الفيديو عشان نشوفه اكتر عدد ممكن.